في سنة 1950 كان فيه مشهد في فيلم اسمه قمر 14. كان المشهد بيضم الفنانة كاميليا والفنانة وداد حمدي. وفي المشهد ده كاميليا قالت لوداد حمدي: تتضربي بالسكينة في قلبك. فردت عليها وداد وقالت لها: يا رب تتحرقي. ومن المصادفات العجيبة إن فعلا يشاء القدر وتموت وداد حمدي مقتولة بضربة سكين في قلبها، وأيضا تموت الفنانة كاميليا محروقة في حادث انفجار طائرة. وداد حمدي الفنانة خفيفة الظل جميلة الروح، واللي اتقتلت غدر على يد الريجيسير ماتا باسيليوس، وكان خصلة من شعر القاتل هي اللي كشفت عن هويته. والمفروض ان اللي كان هيتقتل مكانها هي الفنانة يسرى او الفنان احمد زكي، ولكن العناية الالهية انقذتهم الاتنين من يد قاتل غاشم. لما اتقتلت الفنانة وداد حمدي ما كانش في بيتها غير 250 جنيه وشوية مجوهرات فالصو بتستخدمهم وداد وهي بتصور. برعت الفنانة وداد حمدي في دور الخادمة اللي دمها خفيف وبتوفق راسين في الحلال، والجمهور حبها جدا في الأدوار دي. وكانت حياتها مليئة بالأسرار والمآسي زي بعض الفنانين القدامى، ده غير إنها عانت كتير من ظروف المعيشة القاسية. ولو عايز تعرف حكايتها إيه وليه اتقتلت، تابع معايا الفيديو ده للنهاية. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. اتولدت الفنانة وداد حمدي في 3 يوليو سنة 1924 في مدينة كفر الشيخ. ولأن طبيعة شغل والدها اللي كان شغال في المحلة الكبرى خلاها تتنقل من كفر الشيخ للمحلة، وبدأت حياتها الفنية من بوابة الغناء. وكان نفسها تبقى مطربة علشان تنافس كل المطربين اللي في جيلها، ولكنها فشلت في الموضوع ده علشان تتجه بعد كده للمسرح ومن بعدها للأعمال الدرامية والسينمائية. اتجوزت وداد حمدي 3 مرات. المرة الأولى كانت من الموسيقار محمد الطوخي والد الفنانة إيمان الطوخي، ولكن الجوازة دي ما استمرتش كتير وانفصلوا بعدها. وبعد انفصالها من محمد الطوخي اتجوزت الموسيقار محمد الموجي وبرضه انفصلوا. وفي النهاية اتجوزت من الفنان صلاح قابيل، وبرضه الجوازة دي ما استمرتش أكتر من شهر. كان حظها سيء جدا في الجواز. وبخصوص جوازها من الفنان صلاح قابيل، عانت وداد من شائعات زواجها من الفنان صلاح قابيل، وهو الأمر اللي نفاه ابن الفنان صلاح قابيل في العديد من المناسبات. وكان بيقول إن أبوه لم يتزوج من الفنانة وداد حمدي. درست الفنانة وداد حمدي في معهد التمثيل لمدة 2 سنين، وبدأت حياتها الفنية بفيلم هذا جناه أبي. ومن بعدها بدأت في المشاركة في كتير من الأعمال المسرحية، ولعل أشهرها مسرحية عزيزة ويونس ومسرحية أم رتيبة. واعتزلت الفن في فترة الستينات، ثم عادت مرة تانية بعدما أقنعتها الفنانة وردة وشاركتها في مسرحية تمر حنة. وقدمت للسينما أعمال كتير، من أهمها فتى أحلامي ولحن الوفا والأنسة حنفي وغيرها من الأعمال الكوميدية اللي كان بيحبها الجمهور وبيعشقها. في 26 مارس سنة 1994 اتقتلت الفنانة وداد حمدي على يد الريجيسير ماتا باسيليوس. واللي ما يعرفش يعني ايه ريجيسير، الريجيسير هو الشخص اللي بيتواصل مع الفنانين علشان يبلغهم بالأعمال الجديدة اللي هيعملوها. وفي يوم من الأيام تلقت الفنانة اتصال تليفوني من الريجيسير ماتا باسيليوس، وأثناء حديثه معاها عرض عليها أداء دور بأحد المسلسلات. وراح لها باسيليوس في الميعاد اللي اتفقوا عليه. وقبل ما يروح لها اشترى القاتل قفاز وسكينة، ولما وصل لها خبط على الباب وفتحت له. وكعادة المصريين استقبلته الفنانة وقدمت له مشروب الضيافة، وبدأت تسأله عن طبيعة المسلسل اللي عرضوا عليها. وطبعا القاتل كان محضر قصة من وحي خياله علشان ما ينكشفش أمره، وقال لها إن المنتج والمؤلف زمانهم جايين. وبعد كده طلب منها إن يدخل الحمام. وبمجرد إن وداد حمد اللي كان عمرها في الوقت ده 70 سنة راحت تجيب له فوطة علشان ينشف نفسه، اتفاجئت مرة واحدة بإنه واقف وراها ورافع سكينته. فراحت لفة وشها له وبصت له، ولكن من شدة الموقف ما كانتش عارفة تتصرف ازاي. عرضت عليه المال مقابل انه ما يأذيهاش، ولكنه رفض وقرر انه يتخلص منها. وبدأ ينزل عليها بالطعنات في صدرها وبطنها لحد ما وقعت على الأرض جثة هامدة. وبعد ما ضربها 35 ضربة بدأ يدور في الشقة على فلوس، فما لقاش غير 250 جنيه وشوية مجوهرات فالصو كانت بتستخدمهم في التصوير. وبعد كده حاول إنه يخفي آثار جريمته،
فشال الفنانة وحطها على السرير وغطاها بالملابس، وهرب بسرعة خارج الشقة، وتخلص من أداة الجريمة اللي هي السكين والقفاز، وبدأ يراقب الأخبار من بعيد. لكن ما مرش وقت كتير وجات ليلى أخت الفنانة اللي كانت متعودة إنها تزورها دايما في شقتها، فخبطت على الباب فمحدش رد عليها، فطلعت مفتاح الشقة اللي كان معاها واللي كانت وداد سايباه مع أختها. وبعد ما فتحت الباب دخلت الشقة، وأول ما وصلت لأوضة النوم لقت أختها غرقانة في دمها، فبلغت الشرطة وبدأت رحلة البحث عن الجاني. وأثناء تفتيش الشقة ورفع البصمات بواسطة المباحث الجنائية لقوا خصلة شعر في إيد القتيلة، وده طبعا نتيجة الشد والعنف اللي حصل أثناء القتل. وكمان لقوا بصمة مجهولة في صالون شقتها. والبحث والتحري اشتبهوا في الريجيسير ماتا باسيليوس باعتباره آخر واحد تواصل مع القتيلة. في البداية أنكر، ولكن بعد الضغط عليه ومواجهته بالبصمات وخصلات الشعر اعترف بكل شيء، وقال إن سبب قتله لها إنه كان مديون لعدد من الأشخاص، وده اللي دفعه لقتل أحد الفنانين علشان يسدد المبالغ المطلوبة منه. وقال إنه فكر في سرقة الفنانة يسرا والفنان أحمد زكي، لكن لحسن حظهم ما قدرش يوصل لهم. وبعد كل هذه الاعترافات أحيلت القضية لمفتي الجمهورية اللي أصدر حكمه بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم فيه. وكان في حوار للفنانة يسرا وقالت: لقد قتلت وداد حمدي بدلا مني، حيث إن الريجيسير القاتل مر أولا علي في منزلي بالزمالك، ولكن الطباخ الخاص بيا قال له إني مش موجودة، وبعد كده راح للفندق اللي ساكن فيه أحمد زكي، ولكن أمن الفندق منعوه من الصعود إليه ليذهب بعدها إلى الفنانة وداد حمدي ليقتلها، لأنه كان عارف إنها عايشة لوحدها. وانتهت حياة الفنانة وداد حمدي كما دعت عليها كاميليا في مشهد فيلم قمر 14، لتنتهي معاها قصة الخادمة خفيفة الظل. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، واللي بتمنى يا رب إنها تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.